Abi fotoğraf alsın. Sonra صار لنا 6 سنوات أنا مقيم في محافظة ماردين. هربنا بعد ما أجى أحزاب اليبكة والنظام الطاغي نظام بشار الذي قمع الشعب السوري في الطيران، والحزب اليبكي هجر العشائر والقبائل العربية المكونات الشريفة الأحرار الشرفاء في مناطق شرق الفرات، وهجرها ليستولي على أراضيها ويتملك أملاكهم. المجلس تشكل في 21/12 في نهاية العام الماضي في مدينة أعزاز السورية، وقد ضم المجلس أكبر عدد من العشائر السورية، حيث تجاوز عدد العشائر والقبائل التي انضمت لهذا المجلس 150 قبيلة وعشيرة. كما ضم هذا المجلس باقي مكونات الشعب السوري من الأخوة الكرد والتركمان والسريان والمسيحية والعلويين وباقي الطوائف. هدف المجلس هو كيان اجتماعي سياسي لأبناء القبائل لتحرير أراضيهم، سواء كانت في شرق الفرات من البكك وفي منبج وتل رفعت، ومن ثم أيضا تحرير سوريا بإذن الله.